بعد ما فهمنا يعني ايه تشريح، هنبدا دلوقتي مع بعض نروح جوه جسم الانسان ونبدا نفهم اصلا هي العضله دي مكوناتها ايه، والانسان نفسه اصلا بيتكون من ايه. جسم الانسان عامل زي العماره بالظبط، ليه وحدات بنائيه زي ما العماره بالظبط ليها طوب وليها اسمنت. جسم الانسان برضو ليه حاجات بتكونه، واصغر حاجه في جسم الانسان الذره اللي هي الاتوم. وزي ما العماره بتتكون بطوب فوق بعض، نفس الفكره في الانسان، كميه اتومز فوق بعض، اتوم على اتوم على اتوم، بيكونوا لي حاجه اسمها مولوكيول اللي هي الجزيء. بنفس التسلسليه مولوكيولز فوق بعض بتكون لي حاجه اسمها سيل او الخليه اللي هي ده شكلها، وخليه على خليه بتكون لي حاجه اسمها نسيج او التشيو. وده اللي هيكون تركيزنا كبير قوي عليه في المحاضرات اللي جايه، لان هو ده مكون العضله. وانسجه مع بعض بتكون لي اورجن، الاورجن ده اللي هو العضو، واعضاء مع بعض بتكون لي سيستم، عضو مع عضو مع عضو مع عضو بيكونوا لي في الاخر جهاز، زي مثلا الجهاز الهضمي، المعده مع الامعاء بيكونوا لي في الاخر جهاز، والاجهزه بتكون الانسان. كده احنا فهمنا الانسان بيتكون من ايه، وخدنا اهم حاجه النسيج اللي هو اصلا بدايه العضله. وبما اننا هنركز على التيشوز فهنحتاج نعرف ايه هي اصلا انواع التيشوز. اول واهم نوعين عندنا هم الماسكولار تيشيو والكونكتيف تيشيو. اول حاجه هو الماسكولار تيشيو يعني النسيج العضلي، ده من وظائفه ان هو بينقبض وبينبسط فبيولد القوه، فبالتالي بيحصل الحركه في جسم الانسان. وبعد كده الكونكتيف تيشيو او النسيج الضام، ومعرفتها مهمه لاننا محتاجين نفهم ان العضله والعظمه لوحدهم ما بيتصلوش ببعض، في حاجه في النص بتربط بينهم زي الوتر. والوتر بالنسبه لنا هو كونكتيف تيشيو لان هو بيربط العضله بالعظمه، حتى هي جايه من اسمها كونكت يعني توصيل، حاجه بتتصل بحاجه. فهنا النسيج الضام هو كونكتيف، بيعمل ايه؟ بيوصل مثلا بين العظمه والعضله، فهو هنا بيوصلهم ببعض، ودي اهم وظيفه بالنسبه له. وحاجتين تانيين مش مهم قوي نعرفهم ولكن هم موجودين معانا، اسمهم الابيثيليال تيشيوز او النسيج الطلائي، وده الجلد. والحاجه الاخيره هو النيرفس تيشيو اللي هو النسيج العصبي، وده موجود في الجهاز العصبي بتاعك. الماسكولار تيشيو بقى عندي بيكون لي 3 انواع من العضلات. اول نوع وهو السكيلتال ماسل، العضلات الهيكليه دي زي البايسبس بتاعتي والتراي والكتف. وتاني حاجه بيكونها هي الكاردياك ماسل يعني العضلات اللي هي بتاعه القلب. وتالت حاجه هي السموث ماسلز. ايه السموث ماسلز دي؟ ممكن تكون اول مره تسمعها. السموث ماسلز من اسمها هي العضلات الملساء. عمرك مثلا سالت نفسك هو انا دلوقتي ازاي باكل الاكل بينزل في المريء بتاعي، بعد كده يدخل على جهازي الهضمي ويتهضم، بعد كده يخرج من غير ما نتحكم فيه؟ بالظبط هي دي وظيفه السموث ماسلز، ان هي بتنقبض وبتنبسط، فبتحرك الاكل داخل جسمي او بتحرك الدم داخل جسمي. وده بينقلنا على مصطلحين اسمهم الفولنتري والانفولنتري. يعني ايه انفولنتري ويعني ايه فولنتري؟ مش انت دلوقتي وانت قاعد على الكرسي عندك المقدره ان انت تقوم وتقف على رجليك، وعندك المقدره تاني ان انت تقعد على الكرسي اللي انت كنت قاعد عليه؟ العضلات اللي بتعمل النوع ده اللي هي السكيليتال ماسلز، زي العضلات بتاعت رجلك والعضلات بتاعت بطنك والعضلات بتاعت كتفك. فانت هنا عندك الاراده ان انت تقوم من على الكرسي او ان انت تقعد تاني على الكرسي، فدي حاجه بارادتك. طبعا كل حاجه بمشيئه ربنا، ولكن دي حاجه انت تقدر تتحكم فيها، ان انت تقوم من على الكرسي او ان انت تمسك القلم ده بايدك اليمين مثلا، او ان انت تحرك راسك في كل الاتجاهات. كل دي حاجه بارادتك. ولكن هل لو قلت لك دلوقتي خلي قلبك ينبض 60 نبضه بدل ما هو مثلا بينبض 50، او خليه ينبض 200 بدل ما هو بينبض 50، هل تقدر تعمل ده؟ لا طبعا. فهنا دي حاجه اسمها انفولنتري، ما اقدرش ان انا اتحكم فيها. وكذلك السموث ماسلز، هل انا دلوقتي لو انت اكلت اكل ونزل في بطنك هل انا اقدر اقول لك ما تخرجوش دلوقتي؟ طب هل الاكل ده نازل هل انت تقدر توقفه في زورك غصب عنك، يعني توقف السموث ماسلز عن الحركه فالاكل ده ما ينزلش؟ ما اقدرش ان انا اقول لك كده. فبالتالي السموث ماسلز هي كمان انفولنتري، يعني ما اقدرش اتحكم فيها.